اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سينما اونلاين. في حلقة النهاردة احنا رجعنا بمراجعة جديدة، والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو نبيل الجميل اخصائي تجميل. قبل بس ما نخش في الحلقة يا ريت تعملوا لايك وتشاركوا الحلقة في كل مكان، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي اشتركوا ويلا بينا نخش في الحلقة. اطفوا النور وصحوني لما القطر يوصل طنطا. طنطا. فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل بينتمي لنوعية الكوميديا، ومن بطولة محمد هنيدي ونور ومحمد سلام ورحمة أحمد، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ومن إخراج خالد مرعي واللي كان آخر أعماله مسلسل البيت بيتي. قصة الفيلم من غير حرق بتدور عن دكتور التجميل نبيل الجميل، واللي بيقع في مشاكل كوميدية كتيرة جدا بسبب شغله، وبتتوالى الأحداث عشان نعرف إيه اللي هيحصل بعد كده. طيب تمام، نخش في المميزات. اول ميزه النص الاول، الفيلم نصه الاولاني كان حلو جدا، كان فيه كوميديا حلوه وانا ضحكت والايقاع كان سريع والدنيا كانت ماشيه زي الفل. وعايز اقول لكم ان لما الاستراحه جت انا حماسي بدا يعلى تجاه النص التاني، وده لان انا اساسا كنت داخل الفيلم وانا مش متحمس. هتقولي ازاي يا عم، ده فيلم لمحمد هنيدي، ازاي يعني تبقى داخله وانت مش متحمس؟ هقولك اولا بسبب الاراء السلبيه اللي انا سمعتها عن الفيلم، ثانيا بسبب الدعايه. فين الدعاية؟ الفيلم كان معتمد اعتمادا كليا على صفحة محمد هنيدي على الفيسبوك، اللي هو كل شوية كنا بنشوف بوست يقولك ما تنساش الفيلم يوم 28 ديسمبر هيبقى حدث هام وحدث تاريخي. ماشي، كل الكلام ده حلو، انا ما عنديش مشكلة خالص، بس فين الدعاية الخاصة بالفيلم؟ ده الفيلم نزل والاعلان الرسمي بتاعه ما نزلش، ده الاعلان اتسرب يعني ما نزلش بشكل رسمي. فالسببين دول اللي كانوا مخليني داخل الفيلم وانا مش متحمس. لكن لما لقيت ان النص الاول حلو وانا مبسوط والدنيا حلوة، فرحت رافع سقف توقعاتي تجاه النص التاني، وهنا كانت الصدمة. للأسف النص التاني ما كانش بنفس مستوى النص الأول، وهنتكلم عن النقطة دي بس مش دلوقتي. تاني ميزة الكوميديا، الفيلم كان فيه مواقف كوميدية حلوة وضحكتني واتكتبت واتنفذت بشكل كويس، وده كان موجود فقط في النص الأول. النص التاني ما كانش فيه أي ضحك أو أي كوميديا خالص، ولكن برضو الضحك اللي أنا ضحكته في النص الأول ما كانش قوي. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الفيلم ما كانش فيه مثلا موقف أو إفيه خلوني أموت من الضحك اللي هو خلاص أنا مش قادر. لا، أنا كنت بضحك عادي، فأنا بصراحة كنت مستني إن يبقى فيه ضحك وكوميديا أقوى من اللي شفتها. تالت ميزة الأداء التمثيلي، محمد هنيدي كان جيد، قدم أداؤه الكوميدي اللي احنا متعودين عليه، ما كانش فيه جديد قوي في أدائه، وده نفس الكلام ينطبق على باقي الممثلين ما عدا بس محمد سلام ورحمة أحمد، وبالذات محمد سلام لأن رحمة أحمد كانت ساعات بتستظرف كده شوية. ولكن ده ما يمنعش إن الاتنين دول كانوا شايلين الفيلم وكانوا شايلين الكوميديا، وكانوا عاملين ثنائية حلوة مع بعض، مشاهدهم مع بعض كانت لذيذة. ولما كان هنيدي بيدخل في النص كانوا بيعملوا ثلاثية حلوة وكان بيبقى فيها هات وخد. رابع ميزة الإخراج، ما اقدرش اصنف العمل ده من افضل الاعمال اللي اخرجها خالد مرعي، لانه اخرج اعمال اقوى وافضل من كده بكتير، بس انا اقدر اصنف الفيلم ده ان هو من الاعمال المتوسطة اللي اخرجها خالد مرعي. وده لان الاخراج الكوميدي في الفيلم كان متوسط، في مواقف كتيرة جدا تنفيذها كان تقليدي وما كانش فيه اي جديد في التنفيذ، وفي نفس الوقت برضو كان في مواقف تم تنفيذها بشكل كويس، ودي اللي ضحكتني في النص الاول. ده من ناحية الاخراج الكوميدي. اما من ناحية الاخراج البصري فالدنيا كانت كويسة جدا، الالوان كانت عجباني، الصورة البصرية ذات نفسها بتاعت الفيلم كانت حلوة. وبس كده المميزات خلصت، نخش على العيوب. اول عيب القصة، حسيت ان انا بتفرج على الفيلم انه ملوش قصة او خط رئيسي ماشي عليه، الفكرة كلها ان احنا عندنا دكتور تجميل وبنعيش معاه سكتشات، والنقطة دي انا ما اتضايقتش منها قوي لان كان في سكتشات عجبتني. بس انا شايف ان الفيلم لو كان ماشي على خط رئيسي وكان فيه حبكة متماسكة اظن ان الموضوع كان هيبقى مختلف تماما. تاني عيب الموسيقى التصويرية، الموسيقى كانت حلوة وكان ليها حضور في أول الفيلم، وكانت ممكن تبقى من أهم المميزات اللي موجودة في الفيلم، بس للأسف التوظيف بتاعها كان سيء جدا.
الموسيقى تقريبا كانت موجودة في اول نص ساعة وبعد كده اختفت. والله العظيم. تالت عيب النص التاني، اغلب عناصر الفيلم وقعت في النص التاني. الايقاع بقى بطيء، ما بقاش فيه كوميديا حلوة، بقى فيه احداث انت مش مهتم بيها وانت بتتفرج. فالنص التاني بصراحة كان سيء جدا، وكان عكس النص الاول تماما. رابع عيب السيناريو. خلينا متفقين ان اغلب المواقف الكوميدية اللي موجودة في الفيلم ما كانتش جديدة وكانت متوقعة بالنسبة لي. يعني انا كنت ببقى متوقع الموقف الكوميدي قبل ما يحصل، وكمان متوقع ردة فعل الممثلين على الموقف ده. فالسيناريو في اغلب فترات الفيلم كان بيقع في فخ التكرار والاستسهال والكروتة. ايه الكروتة دي؟ فصول الفيلم كانت بتجري بشكل عجيب، اللي هو يلا 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 اعجن اعجن نعمل اي حاجة. وده كان واضح قوي في نهاية الفيلم. النهاية كارثة وحشة جدا ومتوقعة برضو. فالسيناريو محاولش ان هو يبتكر، محاولش ان هو يقدم جديد في الكوميديا. يعني حتى المواقف الكوميدية اللي عجبتني في النص الاول هي مش جديدة، هي عجبتني بس عشان اتكتبت واتنفذت بشكل كويس. كمان برضو من الحاجات اللي ما عجبتنيش في السيناريو ان الخطوط اللي بين الشخصيات ما كانتش متماسكة خالص. يعني السيناريو ما قدرش ان هو يعلقني باي شخصية موجودة في الفيلم. الشخصيات كانت مفككة. يعني مثلا علاقة محمد هنيدي بنور، انا ما حسيتش باي مشاعر تجاه العلاقة دي، لان السيناريو ما كانش مهتم بيها، فبالتالي انا كمان مش ههتم بيها. زائد كده كمان في شخصيات في الفيلم كانت بتظهر فجأة وتختفي فجأة. يعني مثلا محمد رضوان، ياسر التوبجي، احمد فؤاد سليم، محمود حافظ. كل الاسماء دي كانت بتظهر فجأة على الشاشة وتختفي فجأة. طب ايه السبب؟ كل دي فجوات كانت موجودة في السيناريو. وبصراحة انا شايف ان الفيلم كفكرة هي حلوة. على فكرة الفيلم ده فكرة محمد هنيدي، فالفكرة حلوة، بس للأسف الفكرة دي كانت محتاجة سيناريو أقوى وأحسن من اللي احنا شفناه ده. كده العيوب خلصت، نخش على التقييم النهائي. تقييمي لفيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل هو 6.5 من 10. فيلم مقبول وكان ممكن يبقى أحسن وأقوى من كده بكتير، بس في النهاية أنا خرجت من الفيلم مرضي وانبسطت بالوقت اللي أنا قضيته في السينما. وطبعا اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشاروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وكمان ما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. شكرا جدا ليكم على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.